كان في صوت غريب جاي من أوضة الضيوف. كل حاجة ساكتة، بس الصوت بيقرب بيقرب. وفجأة طلع كلب الجيران دخل من الشباك. استنى بس متجريش، القصة لسه فيها حاجات هتخليك تضحك وتخاف في نفس الوقت. النهاردة جايبالك قصة رعب مضحكة، مش زي أي قصة سمعتها قبل كده. كان في واحد صاحبي اسمه هاني، قرر يبات لوحده في بيت جدته القديم في المنصورة. البيت فاضي من زمان وما فيهوش غير الأتربة والذكريات. بس الغريب إن كل لما النور يطفي التلفزيون يشتغل لوحده، وبعدها سمع صوت بيقول: اطلع فوق، أنا مستنيك. هاني رد وقال: طب لو مستنية انزل لي بدل الطلوع، رجلي وجعاني. بس المفاجأة كانت لما لقى صورة جدته وهي صغيرة بتتحرك في البرواز. هاني مسك البرواز وبدأ يهزه. فجأة خرجت ورقة قديمة مكتوب فيها: متنامش الساعة 3. وساعتها كان الوقت 3 إلا 5. تفتكروا عمل إيه؟ هنا بقى سؤالي ليكم، لو كنتم مكانه كنتم هتناموا ولا تجروا من البيت؟ اكتبولي في الكومنتات، عايز أشوف مين قلبه جامد. هاني قرر ينام ويطنش وقال: اللي هيحصلي أحسن من شغل البيت والمدير. وفي وسط الليل صحي على صوت ضحك. فتح عينه لقى ابن خالته مستخبي وبيعمل فيه مقلب علشان يخليه يسيب البيت. يعني كل الرعب ده كان تمثيلية من ابن خالته اللي زهقان وعايز حد يبات معاه. يعني نهاية مرعبة بس بطريقة مضحكة جدا. أهي دي كانت قصتنا عن قصة رعب مضحكة تخليك تضحك وتتوتر في نفس اللحظة. لو عجبتك القصة دوس لايك بسرعة واشترك في القناة علشان يجيلك كل جديد من قصص الرعب الكوميدية. وما تنساش تفعل الجرس عشان الفيديو الجاي فيه قصة أغرب وألزع من كده. سلام لحد ما نتقابل في كابوس جديد، بس فيه ضحك برضه.